بداية نقول لكم كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير ان شاء الله. ونحن والله في سيطرة السنار شاكرين لكم جدا هذه الدعوة الرمضانية، ودايرين من خلال هذه الكلمة نبشركم بأن القوات المسلحة الآن بخير، وكل يوم نحن في انتصار جديد إن شاء الله. وبالأمس القريب شفتوا التحام قواتنا في المدرعات مع قواتنا في القيادة العامة، وده ديدن الجنجويد يا اخوانا. قدر ما نحن ننتصر عليهم في ميدان المعركة هم بيلتفتوا لوين؟ بيمشوا على المواطنين. بالأمس الغريب يمكن هم قاصين الثورة عندنا 8 شهداء من المواطنين وعدد كبير جدا من الجرحى. فده اخوانا ده ديدن هؤلاء الملايش. لذلك نحن تواصلنا قوات مسلحة والشعب الكريم سوداني كلهم، اتفقنا يا اخوانا نحن على قلب رجل واحد وان اخوانا نقضي على هذه الملايش. والله نحن لن يهدأ لنا بال الا مع قتل اخر جنجويد ان شاء الله. وده الناس نحن والله ما بنتعايش معهم اصلا باي حال من الاحوال. لذلك يا اخوانا نحن وصيتنا للناس مزيد من التكاتف ومزيد من التعاضد خلف قواتكم المسلحة. نحن والله شاكرين اخواننا في المقاومة الشعبية واخواننا المجاهدين وكل كتائب الإسناد الواقفة خلف القوات المسلحة، ونحيي هذا الشعب العظيم ونسأل الله أن يتقبل شهدائنا إن شاء الله ويشفي جرحانا ويرد أسرانا. نحن وصيتنا لكم يا اخواننا، نحن اخواننا تاني البلد دي أمانة ولا في حقوق الجميع. نحن تاني تربيتنا الوطنية دي والله أنا بلا أجيالنا الصغار دي. نحن تاني ما في تفريط إن شاء الله. البلد دي والله تفريط تاني ما في إن شاء الله. والله نحن مين صغيرنا ليه كبيرنا تاني ما عندنا غير بندقيتنا دي. اخواننا المؤامرة ضدنا ما حدث. فلا أقول أنتم شايفين الناس هم مجتمعين في نيروبي ودارين نعلن حكومتنا ودارين يشرذوا من السودان ده ويقسموه، لكن احنا بنقول لهم والله هيئات. طالما نحن عندنا قوات مسلحة وعندنا هذا الشعب العظيم وعندنا هؤلاء الشباب، والله السودان ده إن شاء الله لن يؤتى. نحن والله منتصرين باذن الله تعالى. نسال الله ان ربنا يوفقنا جميعا، ربنا يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا، وباذن الله تعالى نحن منتصرين. وغريبا الخطوم نظيفه وكلنا حنمشي لدارفور ان شاء الله ننظف دارفور. وحتى بعد ما يطلع ويمشي على تشادر ولا افريقيا الوسطى احنا عندنا معاهم كلام ان شاء الله.